يا زمالك يا دولة شبابك عتاولة. النهاردة اللي جاب الفوز الشباب والتغييرات بتاع معتمد جمال. انا عاوز اتكلم بس عن ايه معتمد جمال. معتمد جمال بيلعب بدون، يعتبر اللي احنا عملنا فترة اعداد بدون عبد الله السعيد، بدون بزيرة، بغيابات كتير في نادي الزمالك، ورغم كده قدر يكسب البنك الاهلي. بعيد عن اي حاجة وبعيد عن اي اداء، بص على اللوحة، بص على اللوحة. الزمالك نفسه مفتوح. النهاردة الاجوان جاية من اللعب. يعني ايه جاية من اللعب؟ يعني اتفرج على الجون التاني، التيكي تاك، جمال ومتعة ومثلثات ورفعة صح، والواد بيحطها صح. حسام اشرف الجون التالت، حسام اشرف بينزل بيدي لحسين السيد، حسين السيد بيرفع، بتروح لايشو، ايشو بيوديه. اتفرج على الزمالك واستمتع. النهارده الزمالك تغييراته كلها صح. النهارده الزمالك بعيد عن اداء نادي الزمالك عموما، الزمالك ما كانش احسن حاجه. النهارده البنك الاهلي كان عامل ضغط عالي وبيقطع منك الكره في الشوط الاولاني. الزمالك يعتبر ما جاش في الشوط الاولاني، شكلها كان وحش قوي في الملعب. الشوط الثاني التغييرات غيرت نتيجه المباراه. نزول ربيعه، نزول محمد السيد، نزول شيكو بينزا، نزول ايشو، نزول حسام اشرف، دول اللي غيروا نتيجه المباراه. معتمد جمال بس محتاج اه يكون عارف ان ناصر منسي مش في، يعني مش في احسن حالاته يعتبر ناصر منسي. ولا مين شريف دي يا ابني مش نافع، اقسم بالله مش نافع. يعني ما ينفعش يلعب في نادي الزمالك، والله ما ينفع يخش حتى من بوابة نادي الزمالك. ما بيعرفش يلعب، الواد مش موجود. الواد بيجي له كوره ما بيوديش، ما فيش اي حاجه يعني، ولا عمره هيعمل لك اسيست، ولا هو سريع، ولا يعدي واحد على واحد، ولا اي حاجه. النهارده اتفرج على شيكو بنز، اتفرج على سرعات شيكو بنز، شوف الفرص اللي خلاها شيكو بنز، شوف التكمله بتاعت شيكو بنز في الجون الاولاني. حتى الجون الاولاني ملعوب والله. فكره ان ما شحاته بيروح ناحيه اليمين والدباغ بيجري في المساحه، يدالي الدباغ بيرفعها للقائم البعيد، الواد يقوم عاملها مباصيه تقوم داخله جول. ما دي لعب كوره يا جدعان ولا مش لعب كوره؟ ده لعب كوره. وجود ادم اصلا في الشوط الثاني ناحيه الشمال كجناح، دي مش لعب كوره؟ فكر من معتمد جمال. محمد الشحاته ناحيه اليمين، دي مش فكر كوره؟ فكر كوره عادي يعني، فكر كوره. يعني فكره اصلا ان ادم يكون ناحيه الشمال ومحمد ومحمد شحاته ناحيه اليمين، او يدخل شيكو بينزل للعمق اكتر، ما دي فكر كوره كان موجود. اتفرج النهارده على نادي الزمالك، على ابناء نادي الزمالك. اتفرج على مهدي سليمان اللي شال انفراد من ياسر من شال انفراد من مهاجم بتاع البنك الاهلي. لا وكمان شال كرة من مدبولي في الست ياردة، كان عاوز يعملها ار2. المهدي كان موجود رغم بعض الاخطاء كده. بعد ما جبنا الجون الاولاني في كور بالعرض كده، يعتبر ضربات جزاء. كان لعيبه البنك الاهلي بتشوط، كان في باين صورة حد مهم ورا بيجيبوا الكرة فيه. لا وفي كوره، في كوره الادم كايد كسر بيها وشاط. الدباغ عاوز يظبط اللمسه الاخيره برضه. دباغ عاوزين اللمسه الاخيره يا عم الدباغ. انت مبدع، انت مبدع وكل حاجه، بس اللمسه الاخيره، اللمسه الاخيره وديها. هي الكره اتحسبت اوفسايد بس وديها، وبعد كده نشوف اوفسايد ولا مش اوفسايد. بس النهارده اتفرج على حسام اشرف، اتفرج، اتفرج على حسام اشرف والجون اللي سجله. لا قبلها في كوره كده نزل لنص الملعب استلامه وباصه، تحس ان جسمه يعني فايق ذهنيا وفايق انه هيلعب في نادي الزمالك ويعني واخد الفرصه صح. ومعتمد جمال قبل ما ينزله اصلا كان بيتكلم معاه، كان بيتكلم معاه. يعني تحس اللي قاله له حصل. لا وموجه الكوره وموديها صح، جون عالمي. اقسم بالله الجون التاني دي تيكي تاكا، تيكي تاكا بمعنى كلمه تيكي تاكا. محمد السيد بيلمسها سابها عارف لو محمد السيد هو اللي رفع الكره دي ما كانتش راحه. بنتايج بيرفع زي ما الكتاب بيقول، زي ما الكتاب بيقول هو بيرفع. عندنا بعض المشاكل، عندنا بعض المشاكل. النهارده الونش من نجوم المباراه، يعني هو سبب اصلا الجون الاولاني. هو بيعافر في الكوره بيرجعها، هو دي سبب الجون. اتفرج على الونش في الجون الاولاني كده، عالمي، عالمي بمعنى كلمه عالمي. اتفرج كده على محمد شحات وهو بيباصي في المساحه، عالمي. عمر جاب، عمر يا عمر حرام عليك يا عمر، غطي صح يا عمر. الجنب بتاعك دي شوارع، والله الجنب بتاعك دي كانت شوارع، شوارع بمعنى كلمة شوارع. يا اخي ده انت كابتن من كباتن الفريق ما بتعرفش تغطي. ده في كورة اتعملت طويلة،
يعني دي واحنا كسبانين 1-0 اللي هي اتعملت بالعرض ومدبولة دي وداه في السما. لا لا لا، انت فين اصلا؟ انت مش موجود، انت ضامن كل دي ليه؟ انت فين يا عم؟ رغم ان الدباغ بيرجع ويدافع معاك، طبعا الدباغ مش احسن حاجه، مش احسن واحد يدافع، بس راجع وبيضغط معاك يعني. فين يا عم انت يا عم؟ النهارده الزمالك بيعمل ماتش يعني ايه، بعيد عن اي حاجه، نجاح على الجون، يعني كل فرصه جت اتسجلت. هو دي كان مطلوب اصلا من نادي الزمالك حتى في ماتش الاتحاد. يعني لو واحد مكان ناصر منسي في ماتش الاتحاد كان الزمالك يطلع من الشوط الاول كسبان 2-0. هو دي الفرق النهارده، الفرص اللي جت لك سجلتها، وده اللي حصل في المباراه. اتفرج النهارده، انا زي ما بقول لك اتفرج على الزمالك والاجوان اللي جايه. فكره محمد السيد اصلا وقبله ادم كايد انه يلعبوا ناحيه الشمال وانه يخترق من ناحيه الشمال، هو دوت اللي جاب الفوز اصلا. تحركات حسام اشرف وانه يروح على القريبه ويحط الكره زي ما الكتاب بيقول في الزاويه البعيده، هو ده اللي جاب الجول. هو ده اللي جاب الجول. نزول شيكو بينزا ويعدي شيكو بينزا في كوره كسر، قام شايطها سن كده. والله شيكو بينزا لعيب بتاع تحولات يعني عالمي. لو دماغه ده اهي بس يعني تظبط سنه، اقسم بالله لاعب عالمي بمعنى كلمه عالمي. عندك جناح عالمي. بعيدا عن اي حاجه، انا بحب شيكو بينزا، انا بحب اللعب السريع اصلا. بعيدا عن اي حاجه، هو عنده حته كده مش مظبوطه في حته اللمسه الاخيره والحته اللي قبل الاخير، بس لاعب بيعمل لك خطوره. هو ولا محمد شريف يعني؟ يعني لو هنقارن محمد شريف ولا شيكو بينزا، هتختار مين؟ انت خليك انت، هتختار مين؟ مستحيل تقول لي انت تختار محمد شريف. ما هو لاعب عاقل قوي بس مش نافع. تغييرة المباراة واللي جابت الفوز هو شيكو بينزا، بعده حسام اشرف، بعده محمد السيد، بعده ايشو. تغييرات زي ما الكتاب بيقول. رغم اللي انا بقول لك ان الزمالك عنده مشاكل كتير، الزمالك اصلا مش واقف بدنيا، المفروض كان يرجع اكتر من كده ويدافع في جزء صغير يخليه بس 30 ياردة بدل ما احنا فاتحين الملعب. الفرص اللي جت على الزمالك خطيره، بمعنى كلمه خطيره، بقول لك كلها ضربات جزاء، في كورتين بالعرض ما يدعوه، غير كره بتاعت المهدي سليمان اللي شالها، غير اللي احنا ما بنقابلش من قدام اصلا وما بنعملش ضغط عالي. كره مدبولي دي انت قاعد ترجع 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 لغايه ما عملها في البعيده لولا المهدي سليمان. غير كده كان ممكن تخش جون ويبقى 1-1. ليه ما بيتقابلش من قدام؟ غير ما هم بيشوطوا وما بتعملش بلوك كمان. فمشاكل الزمالك كتير، غير ما هم اصلا كانوا مسيطرين على الجبهه بتاعت عمر جابر. كل الفرص من جبهه عمر جابر، يعني بنتاج ده ما افتكرلوش مثلا ان اللاعب كورتين ثلاثه مثلا، لا ده جبهه عمر جابر دي لعبوا عليها كوره انا ما شفتهاش. كل اي فرقه بتنزل تقابل نادي الزمالك بتلعب على عمر جابر كوره خطيره خطيره. الزمالك النهارده ما كانش احسن تكتيكيا زي ماتش مثلا الاتحاد. الشوط الاول الزمالك لعب ماتش حلو قدام الاتحاد، كان في افكار تكتيكيه. الزمالك في الشوط الثاني هجوميا كان في افكار تكتيكيه. اللي انا بقوله لك ده ان ينزل ربيع في نص الملعب هو اللي يكون لاعب ستة، ان محمد شحاته يكون ناحيه اليمين وبيكمل الهجمه. هتلاقي ادم كايد الناحيه التانية لما خرج محمد السيد بقى مكانه، نزول حسام اشرف الجاهز بدنيا جاهز لنادي الزمالك، نازل عارف قيمه نادي الزمالك ولاد نادي الزمالك كان موجودين. نزوله اصلا انه يستلم ويكون محطه وانه يطلع في الهجوم. محمد السيد بنتايج في الجون الثاني لولا هو، انا زي ما بقول لك دي لو كان ثابت محمد السيد كان رفعها في السما. نزول شيكو بينزا وتحركات شيكو بينزا وخطوره شيكو بينزا وخوفهم من شيكو بينزا وسرعه شيكو بينزا هو ده اللي بيغير نتيجه المباراه. هو دوت الزمالك اصلا، احنا فريق تحولات نلعب على الهجمه المرتده ولا اكتر ولا اقل.